السلام عليكم، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه وايه الاخبار؟ يا رب كل الناس تكون بخير وكل شيء تمام معاكم. اهلا وسهلا، مرحبا بيكم في يوم جديد وحلقه جديده. صباحكم بيضحك ويومكم جميل باذن الله تعالى. النهارده هنتكلم عن هزيمه الزمالك من النادي الاهلي في ماتش في ماتش الكلاسيكو والديربي، او سميه زي ما تسميه. الماتش اللي انتهى بفوز النادي الاهلي ب 3-0، 3 مقابل لشيء، 3 مقابل لا شيء قدام نادي الزمالك. الجولة جولة الحسم. مين اللي هيكسب؟ مين اللي هياخد الدوري السنة دي؟ لأول مرة في تاريخ الدوري المصري الممتاز يبقى عندك كذا فريق بينافس على البطولة، مش فريقين، لا كذا فريق. أولا الزمالك، ثانيا بيراميدز، ثالثا الأهلي. وطبعا لأول مرة في التاريخ إن الأهلي ما يكونش المنافس التاني. هو في العادة الأهلي بيكون المنافس الأول أو المنافس التاني، لكن لأول مرة في التاريخ طبعا سيراميكا كليوباترا عملت موسم جامد جدا 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 يا جماعة. يعني سيراميكا كليوباترا من أول الموسم وهي شدة حيلها شدة جامدة قوي قوي يا جماعة. قعدت فترة كبيرة متصدرة ترتيب الدوري، لكن جت في الآخر كده ونخعت يا جماعة. بس مش مهم، يعني سيراميكا كليوباترا لو لعبت وخدت المركز الأخير محدش هيقولها تلت التلاتة كام، لأن ده نادي شركات ما عندوش جمهور. ثانيا هو مش عايز أي حاجة. فمتخيل بقى يا جدع إن سيراميكا كليوباترا يفضل فترة طويلة الموسم ده لأول مرة في تاريخه الأول ومتصدر ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز لفترة طويلة. فالسنة دي لو طلع الرابع بعد الأهلي والزمالك وبيراميدز فده إنجاز ليه، لأن هو ساعتها هيشارك في بطولة إفريقية، فدي حاجة كويسة جدا بالنسبة له. طبعا نادي سيراميكا كليوباترا عامل شغل جامد قوي السنة دي بصراحة يا جماعة. الزمالك يا جماعة حلو قوي يا جماعة. نفسي الزمالك السنة دي يفوز بالنهائي وياخد كاس الكونفدرالية. طبعا الأهلي السنة دي لو ما خدش الدوري، وطبعا السنة دي الأهلي لو ما خدش الدوري هيبقى طلع من الموسم بلا حمص، هيبقى موسم صفر عليه زي بالظبط نادي ريال مدريد. لكن نادي ريال مدريد مستحيل ياخد الدوري، مستحيل نادي ريال مدريد ياخد الدوري.